بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. صدق الله العظيم. طبعا بعد الانتصارات العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى من فيها بكرمه وبلطفه على المجاهدين الصادقين وعلى الثوار الصادقين بتحرير سوريا وإسقاط حكم الأسد، من حب نوجه رسالتين. الرسالة الأولى للمجتمع الدولي، ومن ذكره بأنه بالقانون الدولي في مادة بتنص بأحد مبادئها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. طبعا بعد إسقاط حكم آل الأسد توافدت وفود من جميع أنحاء العالم من أجل فرض شروطها وإملاءاتها على القيادة السورية الجديدة بشرط الدعم، شرط الاعتراف، أنهم يكونوا مساهمين بكتابة الدستور أو يفرضوا علينا الدستور اللي بدنا نكتبه وفقا لمصالحهم أو شكل ونظام الحكم. طبعا جربوا قبل منا واختبروا الشعب السوري إن كان بثباته وصموده ولا بصبره، وتلقى المجتمع الدولي حقيقة صفعتين خلال 6 شهور. الصفحة الأولى بانتفاضة أول من تموز عندما فرض شروط الهيمنة والإذعان والقهر على الشعب السوري عبر المشغلين تبعه، وكانت النتيجة انتفاضة أول من تموز اللي استعاد فيها الشعب السوري الثائر القرار، وفشلت كل المخططات اللي حاكى النظام الدولي ضد الشعب السوري من التوطين بمستوطنات إسمنتية كهذه المستوطنات، أو بإفشال فتح المعابر مع حكم آل الأسد، أو بتقسيم سوريا، أو بمنع التطبيع مع بيت الأسد بين أردوغان وبين بشار الأسد. طبعا الصفحة الثانية اللي تلقاها النظام الدولي هي تحرير سوريا وإسقاط حكم آل الأسد خلال فترة زمنية وجيزة جدا جدا. فالشعب السوري ما راح يسمح لحدا بالتدخل بشؤونه، ونحن شعب واحد، ما لنا عداء مع أي طيف من أطياف الشعب السوري شو من كان يكون. نحن عداءنا كان عفوا مع المجرمين اللي قتلوا الأبرياء، اللي ذبحوهم بالسكاكين، اللي قصفوا المنازل، اللي قصفوا المدارس اللي فيها أبنائنا، اللي قصفوا المشافي اللي فيها جرحانا، اللي قتلوا معتقلين تحت التعذيب، اللي قتلوا المدنيين نساء وأطفال ورجال وشيوخ بإعدامات ميدانية أثناء دخولهم لاحتلال المدن والقرى والأرياف والمنازل. هذول نحن على عداء معهم، وما بتستقر إلا رفة عين إلا ما ينال كل مجرم حسابه. الرسالة الثانية لأهلنا ولأخوتنا ثوار. طبعا نحن ما رايحين نستكين، ولا رايحين نركن للذين ظلموا، ولا رايحين نرضى بشروطهم وبإملاءاتهم اللي عم يفرضوها علينا. طبعا ما لنا ضعف، صح ما معنا سلاح ولا معنا أسلحة ندافع فيها أو نقارنها بالأسلحة اللي كانت تستخدم ضدنا من أسلحة دمار شامل وأسلحة تقليدية، لكن إرادتنا سبقت كل وانتصرت على كل من حاول أنه يفرض سيطرته وهيمنته علينا. طبعا مثل ما قال كلاوس فيتر أنه إرادة الشعوب المستضعفة تغلب الجيوش الجرارة. طبعا نحن بثباتنا وبصمودنا وباستمراريتنا للثورة، الله سبحانه وتعالى أكرم الصادقين بالانتصارات العظيمة من المجاهدين أو على أيدي المجاهدين وعلى أيدي ثوارنا. لهيك بندعي كل الثوار الأحرار إلى أخذ أمكنتهم المناسبة، طبعا بعد ما ينتقوا أفضل الثوار وأكثرهم جرأة وشجاعة، طبعا بالإضافة لباقي الامتيازات القيادية اللي بيمتازوا فيها ثوارنا على جميع المستويات، سواء على المستوى السياسي أو العسكري أو الأمني أو الإداري أو الخدمي. فنحن
بحاجة لتكاتف كل الثوار الأحرار، وأنهم يأخذوا أماكنهم المناسبة بهذه الإدارات وبهذه المؤسسات وبهذه الوزارات، منعا لاختراقها من قبل جواسيس العالم اللي ممكن بفرصة أو بلحظة من اللحظات أنهم يحطوا جواسيس لهم على أساس أنهم ثوريين وأنهم وطنيين. لهيك لا تخلوا مجال لأي دخيل أو لأي أجنبي أنه ياخذ أمكنتكم، ولا ترضخوا ولا تستكينوا ولا تركنوا للذين ظلموا. وجزاكم الله عنا كل خير.